شفنا في رمضان السنة دي مسلسل اسمه ملوك الجدعنة، بطولة عمرو عبد الجليل ومصطفى شعبان وعمرو سعد. تشكيلة ما شاء الله حاجة خرافية ولا في الأحلام. والله أنا مش عارف المسلسل أحداثه إيه ولا تفاصيله إيه بالظبط، بس أكيد مصروف عليه. أنا مش جاي النهاردة أكلمك عن المسلسل ولا اللي فيه، بس بالله عليك اسمع الفيديو للآخر عشان عارفك هتمشي، عشان ما لقيتش اللي أنت عاوزه. أنا جاي النهاردة أقول لك مين هم ملوك الجدعنة اللي بجد. ملوك الجدعنة اللي بجد هم الناس اللي يقفوا معاك في وقت شدتك. ملوك الجدعنة اللي بجد هم اصحابك اللي بيحسوك على الخير، مش اصحابك اللي تخصصهم الشر بس. اصحابك اللي يكونوا معاك في وقت الشدة قبل وقت الرخاء، مش اصحابك اللي يعرفوك في وقت المصلحة بس. وملوك الجدعنة مش لازم يكونوا اصحابك بس، ممكن يكونوا جيرانك او زمايلك في المدرسة او في الجامعة، ممكن يكونوا اساتذتك او دكاترتك في الجامعة. وملوك الجدعنة ممكن يكونوا ناس ما نعرفهمش خالص، ما سمعناش عن ناس لا نعرفهم ولا يعرفونا وفي وقت الشدة يكونوا أول ناس يزورونا. ما سمعناش عن الصحاب اللي وقت الشدة بيكونوا أرجل وأجدع ناس في الدنيا. ما سمعناش عن الصاحب اللي ما بيكتبش كلمة في الامتحان إلا ولازم يديها لزميله أو صاحبه. ما سمعناش عن المدرس أو الدكتور في الجامعة اللي بيحط امتحان سهل عشان كل الطلبة تنجح وتجيب تقدير. ما سمعناش عن الصحاب اللي في وقت الشدة بيكونوا أكبر أندال في الدنيا. ما سمعناش عن الصحاب اللي وقت المصلحة يعملوك زي المروحة، بنحتاجها في الصيف ونستغنى عنها في الشتاء. ما سمعناش عن الصحاب اللي بيكونوا مع بعض أحسن من الإخوات. أكيد سمعنا عن الأصناف والأشكال دي كلها. ربنا لما خلق الناس أشكال وأصناف مختلفة، ومع تعدد الأصناف دي والأشكال دي كان لازم ربنا يخلق لنا عقل عشان نقدر نفرق بين الأصناف دي. مين اللي هيبقى كويس معانا ومين اللي مش هيبقى كويس معانا، مين اللي هيقف معانا في وقت الشدة ومين اللي هيقف معانا في وقت المصلحة، مين اللي نقدر نأمنه ومين اللي ما نأمنوش، مين اللي نقدر نطمن على نفسنا وإحنا معاه ومين اللي نخاف على نفسنا واحنا معاه، مين اللي هدفه يخسرنا في الدنيا قبل الآخرة ومين اللي هدفه يكسبنا دنيا وآخرة. شفت ان الموضوع خطير ازاي؟ عشان كده كان لازم اقولك لازم تسمع الفيديو للآخر. الصحبة هي الأساس، الصحبة هي اللي هتدخلك الجنة والصحبة هي اللي هتدخلك النار. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لو ما كانوش صحبوه وأمنوا به كان مصيرهم أكيد في النار، وكذلك العكس لو كفار قريش كان أمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان مصيرهم في الجنة. لذلك الصاحب ساحب زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، فالصاحب زي ما يروح هيسحبك معاه. لذلك ملوك الجدعنة هم أصحابك اللي يسحبوك للخير. ملوك الجدعنة هم اللي تلاقوهم في وقت الشدة أول ناس جنبك. ملوك الجدعنة هم الناس اللي يقولوا لك سيب اللي في إيدك ويلا بينا نروح نصلي. ملوك الجدعنة هم اللي يخافوا عليك زي ما بيخافوا على نفسهم وأكتر. ملوك الجدعنة هم اللي عاوزينك تفوز برمضان السنة دي وتكون من اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم غفر له ما تقدم من ذنبه، مش اللي عاوزين يضيعوا عليك رمضان ويخلوك من اللي النبي قال عليهم خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. أكيد فهمت قصدي؟ أيوة هم اللي في دماغك. سلام.